اللي يشوف بلاوي الفراخ تهون عليه بلوته. والله العظيم اللي يشوف بلاوي الفراخ تهون عليه بلوته. يا راجل ده الواحد الصبح كانت الدنيا مسوده كده، مسوده كده في وشه من اللي اليونايتد عمله. اخسر 2-0 من هال سيتي وبتاع، رغم ان انا يعني المفروض ماليش حق اتضايق يعني بتعاقدات منها دي، المفروض ما اتضايقش يعني. لكن تيجي على اخر اليوم يحصل كده في توتنهام. توتنهام دي زيربي اللي صارفين ما يقارب ال 350 مليون يورو بعد صفقة مرموش وسافينيو، هيبقوا صارفين نص مليار في نافذة انتقالات واحدة، وياخدوا 3 كده من برينتفورد. وانا اللي زعلان ان احنا خسرنا من هال سيتي بالسكواد ده بماجواير ولوك شو وهيفن ودالوت، وانا متضايق ان احنا خسرنا بدول. والتانيين اللي عمل جاب خط دفاع جديد، جاب روبرتسون وجاب سينيسي وجاب فان هيكي عمل سكواد، جمع نجوم العالم وجابهم. خسر 3-0 من الفحل كيس اندروس بتاع برينتفورد. تخيل القهرة. تخيل انا مشجع توتنهام، استغفر الله العظيم يا رب، يعني هنفترض ان انا مشجع لتوتنهام. تخيل ابقى صارف 216 مليون يورو على ثنائيه نص الملعب تونالي وماتيوس فرنانديز، وفي الاخر يجي الفحل القدوه، الفحل المالي مامادو سنجاريه ب 33 مليون، ب 2 جنيه ونص، يعني انت، يعني مامادو سنجاريه ده انت ممكن كنت تلاقيه من اسبوعين مثلا معروض في دوبز العادي 33 مليون. يعمل كده في تونالي. الشوط التاني ينزلوا ماتيوس فرنانديز يعمل فيه اوسخ من اللي عمله في تونالي. ايه يا جدعان؟ لا خلاص، انا مش متضايق عامه اليونايتد خسر خلاص والله. انا هبقى سعيد قوي لو تكمل بقى بكره بخساره ليفربول. ساعتها بجد انا بالنسبه لي خلاص الاسبوع فريش، انا تمام قوي، مش متضايق من اي حاجه، انا بيس. هزعل ليه؟ ساعتها بجد خلاص انا هنسى الزعل، هنسى كل حاجه، وهعتبر ان الدوري هيبدا من الجوله الثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.